أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. في تصريحات نارية جديدة، فجر المعارض الجزائري رشيد نكاز مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف أن فرنسا تستغل الغاز الجزائري مجاناً في منطقة باسي باركين منذ توقيع اتفاقية تمتد ل25 سنة، وقعت بتاريخ 26 من يوليوز 2022. نكاز أكد في تسجيل مصور أن هذه الاتفاقية تمكن باريس من الحصول على الغاز الجزائري دون مقابل حقيقي، مقابل استمرار دعمها السياسي للنظام الجزائري وتغاضيها عن ملفات الفساد وانتهاكات الحقوق. وأشار إلى أن هذه الصفقة تمت في الخفاء بعيداً عن أعين الشعب الذي يعيش اليوم أزمات معيشية خانقة بينما تمنح ثرواته للدول الأجنبية بالمجان. تصريحات نكاز أثارت عاصفة من الجدل داخل الجزائر وخارجها، حيث طالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل وكشف تفاصيل العقود الطاقية، مؤكدين أن ما يحدث يمس بسيادة البلاد ويشكل استنزافاً ممنهجاً لثرواتها الوطنية. ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الجزائريين: لماذا تصمت الحكومة؟ وهل ستتجرأ على كشف حقيقة هذه الاتفاقية؟ أم سيبقى الغاز الجزائري يدفئ فرنسا بينما يزداد المواطن الجزائري برداً وفقراً؟ كان هذا تقريرنا حول تصريحات رشيد نكاز المثيرة للجدل. نلقاكم في نشرات قادمة. شكراً لكم على حسن الاستماع والمشاهدة واللقاء.